صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، واحلى الاوقات دايما. بعتقد ان موضوعنا النهارده موضوع مهم جدا، لانه البحث عن القدوه في حياتنا اصبح من الاهميه بمكان ان احنا بجد لابد أن نعيد لأذهاننا القدوة اللي افتقدناها منذ زمن بعيد. يعني زمان كان في دائما قدوة في الفن، قدوة في الأدب، قدوة في السياسة، قدوة حتى في المنزل لربات البيوت، قدوة في كل مكان. وكان الطفل منذ الصغر بيتعلق بهذه القدوة وبيضعها أمام عينيه لكي يصل ليها كهدف لحياته. للأسف القدوة دي غابت أو تم تحييدها في كتير من الأحيان في كتير من المجالات لأسباب أو لظروف إحنا ممكن نكون عارفينها أو هنعرفها أكتر من خلال ضيفتنا النهاردة الدكتورة ميسون الفيومي، مدرس العلوم السلوكية. صباح الخير دكتورة ميسون. طبعا. يعني بعتقد أنه حضراتكم دايما بتؤكدوا على مسألة إيجاد القدوة. لازم نخلق قدوة، لازم نربي أولادنا على أنه يكون في قدوة. ليه؟ اصلا الميل للقدوه دي حاجه فطريه، يعني بتنبع من الانسان بالفطره، لكن هي بيكملها بشيء مكتسب من البيئه. بمعنى عشان اعرف اصول القدوه او المعايير المفروض ان انا اتبعها عشان يبقى قدامي قدوه، ده المفروض ده بيجي بالممارسه. لكن البشر عامه بطبيعه ان دايما بنميل ان احنا يبقى عندنا قدوه، لازم يبقى نحتذي بيها يعني. مهم قوي يكون أطفالنا عندهم قدوة، وللأسف الشديد مع غياب هذه القدوة اللي بنشوفه من الفساد في أخلاقي في داخل مجتمعاتنا، ده نتيجة ان احنا ما بقاش فيه قدوة. معايير القدوة اختلفت، يعني زمان كان في معايير محدودة، فممكن من السهل قوي ان يكون ده قائد او ده قدوة. زمان كان في حاجة اسمها كبير العيلة جوه الأسرة، بيبقى ده القدوة بتاعت الأطفال كلها. ممكن يبقى الجد، ممكن يبقى الأب، ممكن يبقى العم. كل ده احنا افتقدناه تماما، فبالتالي غاب القدوة. نيجي برضو للمجتمع، زمان كان من يمتلك الأخلاق والعلم والحكمة هو ده اللي احنا نحتذي بيه يعني كقدوة، يعني نقتدي بيه. لكن حتى معايير القدوة اختلفت، بقى الفساد الأخلاقي للأسف الشديد هو اللي منتشر أكتر، فبالتالي بقى أولادنا عندهم حيرة. هو في مين القائد؟ أنا أخد مين قدوة ليا إن أنا أحتذي بيه؟ فهي دي بقى مشكلة كبيرة قوي، لأن هي يعني بداية صنع القدوة من الصغر، فبدايتها من الأسرة، ده من رقم الأسرة واحد نفسها. طبعا، دي يعني البداية. الأسرة لازم توجد قدوة، يعني حضرتك بتقولي الأب أو الأم. هما بيطلعوا الأولاد بالفطرة، يعني عندهم حب فطري للوالدين سواء الأم أو الأب. فبالتالي تلاقي الولد بيقلد الأب وهو صغير، ممكن تلاقيه واقف على المراية بيحلق دقنه مع إنه ما حدش قال له اعمل كده. ممكن تلاقي البنت تحب تلبس مثلا كعب عالي، ممكن تلاقيها وهي بتصلي مامتها وتيجي تصلي جنبها. ممكن يمسك سيجارة حتى لو كانت قدوة سلبية وهنتكلم فيها، لو كان يمسك سيجارة بيطلع عنده بالفطرة ميل إن هو بالحب الفطري للوالدين إنه يقلد الأم أو الأب. ده طبيعي. احنا بقى دور الاسره إن في التنشئه الاجتماعيه ان احنا نقاوم هذا السلوك. ازاي ان احنا نقاومه؟ لازم ان انا اكون قدوه. ما ينفعش ان انا اقول لابني مثلا انا في ايدي سيجاره وانصحه انك ما إنه ما تدخنش، تدخنش. فهنا كده يبقى فقد مصداقيه. يعني لازم احنا طول الوقت دكتورة الأب والأم يكونوا قدوة إيجابية لأولادهم عشان اكيد يطلعوا زيهم اكيد. بالتبعية. طب تعالوا نشوف قدوة من نوع تاني. يعني أنا بعتقد أن الدكتورة ممكن تكون حضرتك تتفق معايا أنه حتى الأب والأم لازم يعودوا أولادهم للتكافل الاجتماعي، لمساعدة الآخرين، طبعا خصوصا لو في أطفال مرضى بالقلب، ودي أمراض خطيرة جدا وبيكون ليها للأسف جراحات يا إما تنجح أو تفشل، زي ما هنشوف دلوقتي قدوة من خلال السفير التركي اللي زار جراحات لأطفال للقلب وتبرع كمان بدمه أمام هؤلاء الأطفال لكي يكون لهم أيضا قدوة حسنة. التبرع بالدم عادة صحية، وإن كان الإنسان الذي يجري في جسده الدماء له جنسية، إلا أن الدم ليس له جنسية. وهذا ما جسده السفير التركي عندما تبرع بدمه في مستشفى القصر العيني بالقاهرة.
أنا سعيد بوجودي في القصر العيني مع الدكتور حسين خيري عميد الكلية، وأشعر الآن بأن التعاون المصري التركي في أحسن حالته. وفيما يتعلق بالتعاون الطبي بين البلدين فهناك العديد من الفرص المتاحة، ومصر من البلاد المتقدمة في النواحي الطبية، والأتراك والمصريين لديهم الفرصة لتبادل الخبرات. سعادة السفير توجه في الأول بنك الدم، واتبرع بالكيس الثاني خلال السنتين اللي فاتوا، ودي رسالة واضحة موجهة للدعوة للتبرع بالدم لأهميته في كل الأحوال، أحوال السلام اللي احنا متعودين عليها والأحوال الصعبة اللي احنا بنمر بيها حاليا. تبرع السفير التركي بدمه تجسيدا وتأكيدا للجذور التاريخية في العلاقات التركية المصرية، وحصاد للتواصل العلمي المتبادل بين كل من تركيا ومصر. والله المظاهر اللي حسينا بيها في الاول كان عنده ضيق تنفس ونهج كتير، والدكتور قال ان في ثقب في القلب، فبدأنا نعمل اشعاعات، وعملنا الاشعاعات ظهر الشريان اللي عنده الوحيدي، وبدأنا نلجأ للدكاترة بقى اللي هي بتاعة القلب. فطبعا جينا دكاترة هنا في المستشفى، الدكتورة زينب والدكتورة هلاغة والدكتور محمد عبد الرؤوف. كان في طبعا مؤتمر تركي هنا، في الدكتور التركي دكتور يوسف ومدام إسراء اللي جم هنا، فكان في حوالي 22 حالة، فاختار الحالة بتاعت أحمد تسافر تركيا تعمل إيه العملية هناك. الحالة دي طبعا كانت حالة إنسانية من المقام الأول، وهي الحقيقة كانت يعني بتحتاج جراحة عاجلة في أحد المراكز الطبية المتقدمة. وأثناء وجود وفد طبي تركي في مستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش على هامش مؤتمر علمي، قام مجموعة من الزملاء الأطباء الجراحين الأتراك بمناظرة الحالة وبالتعاون مع الأساتذة المصريين، وفعلا أجمعوا كلهم على أهمية سفر الحالة دي. اتخذت الإجراءات على طول. يمكن أنا دوري كمنسق للجمعية المصرية الطبية التركية قدرت ان انا الحمد لله ان احنا نسهل الاجراءات التقنيه او اللوجستيه للسفر. الفيزا اتخذت جدا بسرعه جدا من السفاره التركيه، يمكن وكان والد الطفل واقف. والحقيقه بشكر فخامه السفير التركي وطاقم السفاره التركيه على سرعه تعاونهم في الحالات الانسانيه دي. تركيا ومصر ليستا حديث